بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. فتة العيد يا جماعة، الفتة المصرية الأصيلة اللي كل الناس بتستفتح بيها أول يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين. بصراحة الفتة هنا على أصولها عند ماما بطة، زي ما احنا متعودين مع بعض بناخد الحاجة على أصولها. اول خطوة انا معايا هنا حلة فيها معلقتين كبار من السمنة، مستنياهم بس يسخنوا، وبعد ما يسخنوا نزلت باللحمة بتاعتي. خلاص كده، دي اول خطوة. انا موطية علشان بس الطرطشة ما تجيش على الكاميرا. خلاص يا جماعة، دي اول خطوة هنعملها مع بعض. الطريقة دي يا جماعة هتديكوا شوربة، يعني عظمة، شوربة جميلة جدا من الاخر، لونها رائع وفاتحة وحلوة، واللحمة هتستوي معاكوا بسرعة. انا عندي هنا حتة دهن من دهون الكلاوي، بحطها بتطعم الشوربة تخليها دسمة شوية. خلاص كده، كل شوية ببتدي اقلب اللحمة على كل الجوانب واسيبها تاخد وتدي وتنزل ميتها. على بال ما اللحمة تنزل ميتها معايا هنا توم فيه شوية سمنة، وبستنى يبقى ذهبي كده، وبنزل بالصلصة بتاعتي عشان اعمل صلصة الفتة. دي يا جماعة الصلصة بتاعتنا اللي احنا عاملينها في القناة، شايفين جميلة ازاي؟ تمام كده. خلاص، هخففها بشوية من المية، ما بيتحطلهاش اي حاجة، ما بيتحطلهاش الا ملح وفلفل بس. كده دي صلصة الفتة. خليكم ماشيين معايا خطوة بخطوة، هتاخدوا احلى فتة، يعني هتدعولي بصراحة. وبعدين هنا بقى دقة الخل والثوم الجميلة اللي هي بقى روح الفتة، اللي بتدي طعم وبتخلي الفتة في حتة تانية. انا عايزة الثوم ده يحمر قوي، يعني يغمق شوية. بعد ما يغمق بطش الخل بقى الجامد الجميل، واقلب الدنيا ريحة بقى حلوة، والجيران ايه يتلموا عليكي. بعد كده بنزل على الكلام ده كله بكبشة من الشوربة. خلاص، هنا اللحمة نزلت المية بتاعتها. انا بفضل احط الفلفل الاسود سليم علشان ما يسمرش الشوربة، والحبهان بتاعنا احنا متعودين على طول انه يبقى مطحون. بعدين بحط مية مغلية واسيب اللحمة تستوي مع بصلاية متقطعة اربع، وطماطمايه متقطعة اربع برضو. كده خلاص، هاخد احلى شوربة بعد اللحمة ما تستوي ان شاء الله. اغطيها واسيبها تاخد وتدي مع نفسها. معايا هنا كسرت العيش، طبعا العيش المحمص بتاعي، وحطيت له معلقتين من السمن، وفوق النار كده ببتدي اقلبه واحدة واحدة كده، اغير لونه بس وياخد ريحة التحمير علشان يبقى يعني ريحته حلوة مع الرز والحاجة. خلاص كده، واللحمة استوت اهي، خدتها وبحمرها برضو في حتة سمنة. احنا عملنا كده ايه معظم مكونات الفتة بتاعتنا. اللحمة هحمرها واخليها على جنب. بس كده، عندي هنا بقى العيش وعندي الخل والثوم، بحط بقى كبشتين حلوين قوي من الخل والثوم على العيش. بالطريقة دي هتاكلي العيش احلى من الرز كمان، هتلاقيه اجمل من الرز. هتحطي له صلصة وتحطي له دقة من بتاعة الخل والثوم دي، وتطعميه بيها، هيبقى في منتهى الجمال. اللي ما بياكلش عيش الفتة هياكله، لانه شارب من التتبيلة دي كلها زي ما انتوا شايفين كده. وكبشة واحدة بس شوربة، انا مش عايزة العيش يطرى. صدقوني يا جماعة، العيش لما بيطرى الفتة ما بتبقاش حلوة خالص. العيش لازم يبقى فيه سنة قرمشة، ما يبقاش طري. خلاص كده، حمرنا اللحمة اتحمرت معايا، هركنها على جنب في طبق، ونشوف هنعمل ايه الخطوة اللي جاية. طبعا معايا معلقتين سمن على شوية من الزيت، ونزلت بكمية الرز اللي انا هعملها، واديها بقى تقليب على قد ما تقدري عشان الرز يطلع مفلفل معاكي. بعد كده بحط بقى نص كمية السوائل بتاعة الرز شوربة، ونص الكمية التانية مية. شايفين الشوربة لونها روعة ازاي من الطماطمية اللي احنا حطيناها، واللحم والشوربة طالعة في منتهى الجمال وفاتحة ازاي. انا كده حطيت كمية الشوربة، هكمل
سقية الرز من المية، واظبط المية بتاعة الرز زي ما احنا شايفين كده. دي طماطمايه بس نزلت من الشوربة هنشيلها، مفيش اي مشكلة. هظبط بقى المية بتاعة الرز واسيبه يستوي ويبقى زي الفل ان شاء الله. كده الخطوات ماشية مظبوطة. حطيت العيش في صينية الفتة، وبعدين رحت حاطة الرز. طبعا العيش احنا ساقيينه مع بعض وعظمة، حاجة جميلة يعني. والرز اهو استوى وبقى زي الفل. هنحط على الرز نفس الكلام، هنحط من الخل والثوم. هنسقيه كويس لان الفتة ما بتحلوش الا بالدقة دي يا جماعة، بدقة الخل دي والثوم. حطي وما تخافيش، هتاكلي فتة النهاردة عظمة ومعتمدة، هتعتمديها يعني كل عيد ان شاء الله. وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. كده تمام. ابتدي بقى اوزع الصلصة بتاعتي على وش الفتة. الناس بقى اللي بتحب الصلصة قليلة، بتحبها كتيرة، زي ما انت عايزة يعني، زي ما انت عايزة. والناس بتحب ايه اعمليه. خلاص. هنا احنا بنحب الصلصة كتيرة شوية على الفتة. ابتديت اوزع اكتر واكتر. وبنحط اللحمة بقى متحمرة، شايفين شكلها جميل ازاي. احسن ما تبقى مسلوقة كده وما فيهاش منظر، بتخلي كمان طعمها حلو قوي. حطينا اللحمة المتحمرة على وش الفتة. يلا بقى، فين اللايكات؟ فين الشير يا جماعة؟ يلا ادوني بقى لايكات النهاردة وكافئوني على الفتة الجميلة دي. شوية رشة من الفلفل الاسود كده يحلي الشكل والطعم. وادي كده الفتة بتاعتنا خلصت. كل سنة وانتوا طيبين، وعيد اضحى سعيد عليكم وعلى كل الامة الاسلامية. بجد يا جماعة الفتة دي هتعتمدوها. ادوني بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة مع بيت ماما بطة. وبإذن الله لينا أكلات تانية من أكلات عيد الأضحى. وكل سنة وانتوا طيبين، وتحياتي ليكم.